Monsieur Georges, Mister, faites-nous l'honneur s'il vous plaît. Suspense everyone. Et رودريك. كل تكهنات الإعلام الرياضي كانت ترجح فوزه بالكرة الذهبية لدوره الحاسم في تحقيق الميرينجي لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. 29 أكتوبر كان الحفل ديال بالون دور اللي مقدم من صحيفة فرانس فوتبول واللي كيتحزل فيه أفضل لاعب في العالم. كلشي كان كيرشح اللاعب فينيسيوس جونيور نظرا للأداء ديالو في العام الأخير سواء مع المنتخب ديالو البرازيلي سواء مع النادي ديالو ريال مدريد. فإذا بينا كنتصدموا نهار قبل ما تعطى الجائزة أن الجائزة غادي يديها اللاعب رودري لاعب نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني. اللاعب اللي البوست ديالو في التيران عادة ما كيديش البالون دور وسط ميدان الدفاع. هادشي اللي كيتسبب حتى واحد من الريال ما يحضر لهذا الحفل اصلا، لا لاعبين لا مدرب لا رئيس، تضامنا مع اللاعب فينيسيوس جونيور. وهادشي خلق ضجه كبيره، واش فعلا اللاعب رودري كيستاهل هاد الجائزه ولا ما كيستاهلهاش؟ وشنو هما المعايير اللي تيختاروا بهم الفائز؟ واش الاداء الفردي او الاداء الجماعي؟ والالقاب اللي دا اللاعب النظيف وعلاش كيتبازاو؟ وعاد تساؤل اخر هي شكون اللي كيصوت وشكون هما المسؤولين على اختيار هاد اللاعب اللي يستاهلها ولا لا؟ في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على جميع الاسئله. ما تنساش لايك ومتابعه الباج فرجه ممتعه. حتى واحد ما ينكر اهميه ديال البالون دور او الكره الذهبيه، حيث انها اهم جائزه فرديه واللي بها يتم الاعتراف عن افضل واحسن لاعب خلال داك السيزون. البالون دور عبر التاريخ ديالها دازت من عده مراحل، منها انها كانت كتعطى غير اللاعبين الاوروبيين او اللي كيلعبوا في اوروبا، ومن بعدها اندمجات مع جائزه بيس وزيد من التغيرات. في هذا الباب كاين نسخ ديال البالون دور اللي كلشي كيتفق على الفائز بها، وكاين نسخ اخرين اللي كيخلقوا ضجه كبيره والقليل اللي كيتفق على الفائز ديالو. نقولوا بعض النسخ اللي كان عليها جدل كبير وهضره بزاف، بحال النسخه ديال 2010 اللي كان مرشح ليها تشافي وانيستا وميسي وداها ميسي رغم انه ما داش المونديال. عندنا النسخه ديال 2013 اللي داها كريستيانو رونالدو على حساب ريبيري اللي حتى هي خلقات الضجه اللي كبيره ديال بصح. عندنا النسخه ديال 2018 اللي داها مودريتش وما داهاش كريستيانو رونالدو اللي كان سجل سيزو. وعندنا النسخه ديال 2023 اللي داها ميسي بدلا من هالاند والارقام ديالو خياليه. كل من هاد النسخ 2013 2010 2018 و2023 ونقدروا نزيدوا عليهم حتى ديال 2020 اللي كان كيستاهلها ليفاندوسكي. هاد 5 ديال النسخ ناضت عليهم ضجه اللي كبيره بزاف، وموراها كريستيانو رونالدو وميسي ما بقاوش كاع كيترشحوا بحال هاد الجوائز. قلنا غادي يولي نجوم اخرين يبانوا وغادي يسهل الفوت وغيولي اختيار كبر وناس كبر وما تبقاش ديك الضجه، لان جوج نجوم اللي كانوا كيتنافسوا عليها ما بقاوش كيترشحوا اصلا. ولكن ما كانش هذا هو الجواب. علاش؟ حيت انه في النسخ ديال هذا العام اللي ديجا خرجت اللائحه ديال 30 لاعب اللي كيتنافسوا عليها، واخا خرجت ديك اللائحه ديال 30 كلشي عارف ان 4 اللاعبين اللي كيتنافسوا عليها اللي هما فينيسيوس ورودري وكارفاخال وبيلينغهام اللي كلهم قدموا موسم واعر ومتلئ بالالقاب. ولكن كلشي او الاغلبيه كانوا كيقولوا ان الكره الذهبيه غادي تحسم بين جوج ديال اللاعبين اللي هما فينيسيوس جونيور ورودري. وتخيلوا معايا حتى فينيسيوس كيحسب ليها هادشي لدرجه انه وجد كلشي باش يدي الكره الذهبيه، وجد الحفل وترونسبور بريفي 20 من صحابو باش يمشيو لباري، وحتى الكوستيم حضر كلشي باش ياخذ بالون دور. حتى في مباراه الكلاسيكو منين تشارجر مع اللاعب كافي قال لي رابحينكم 4، قال لي فيني واخا رابحين بربعه انا غدا غادي ناخذ الكره الذهبيه. يعني فينيسيوس كان واثق من راسو ان البالون دور ديالو وغيحتفل، ماشي غير هو، ولكن الاغلبيه اللي كيتفرجوا كان كيسحب لهم ان البالون دور من نصيب فينيسيوس نظرا للارقام ديالو والاهداف المهمه اللي دار والاداء ديالو. فاذا بينا كنتصدموا الصباح اللي غادي تعطى فيه البالون دور، فابريسو رومانو الصحافي كيسرب ان البالون دور ما غاديش يديها فينيسيوس، غيديها رودري، وان حتى شي لاعب من الريال ما غادي يحضر لهذا الحفل اصلا بسبب هذا القرار تضامنا مع اللاعب فينيسيوس جونيور. وحتى المنظمين ديال الكره الذهبيه غادي يتصدموا بان الخبر تسرب وتعرف الفائز بالبالون دور، حيث انهم ما كانوش معولين يعلموا المشاركين بان شكون داها باش يبقى داك الحماس. هادشي اللي كيشرح لنا ان في النسخ السابقه كانوا ديجا كيعلموا الفائزين، داكشي اللي كيفسر علاش كريستيانو رونالدو شحال من مره ما حضرش ملي كان تيعرف ان ميسي غادي يديها. كريستيانو بحد ذاته في واحد الانترفيو قال ان هذه الجائزه ما بقاتش عندها اهميه نظرا للنزاع فيها. على حسب اخر اخبار مسربه ان الاداره ديال مانشستر سيتي هي اللي وصلت الريال ان رودري غادي يفوز بالكره
الذهبيه، والصحافي رومانو عرفها واعلنها، وهذا الشيء اللي ادى ريال مدريد انهم ما يحضروش ويقاطعوا الحفل كليا، ويتعطاو جوائز اللاعبين بحال جائزه افضل فريق انثوي داتو البارسا، وافضل فريق ذكوري داتو ريال مدريد، وجائزه افضل هداف داها كين امبابي، وجائزه افضل حارس مرمى داها ايميليانو مارتينيز للمره الثانيه، واخا ايميليانو مارتينيز ماركا عليه الكعبي 5 في الالي والروتور وعده جوائز والى اخره. بان رودري فاز بالكره الذهبيه دار واحد ديسكور تشكر فيه جميع الناس اللي عاونوه، على اولهم الزوج ديالو والاسره ديالو، فين قال كان غادي ينسحب من الكره لولا الاب ديالو اللي منعو. ما تصوروش كميه الردود فعل من اللاعبين لا قدام لا جداد كلشي. وحتى فينيسيوس خرج بتويت شنو يقول فيه، قال انه هذه المره غادي يعطي الجهد ديالو مضوبل على هادشي اللي شفتو و10، يعني ما تحبطش تقلبها موتيفاسيون، وان هادشي ما غاديش يحطمو، بالعكس كيزيد يخدم، وجميع الاصدقاء ديالو لا في ريال مدريد لا في البرازيل غادي يتضامنوا معاه ويحطوا دي بوست وغادي يقولوا فيهم انه هو اللي كيستاهل هادشي. ناضت موجه كبيره ديال الانتقاد، يعني شنو هما الاسس او لا باز اللي كيتعطى بهم البالون دور على حساب هاد المعلومات الرئيسيه. البالون دور كيتعطى على 3 الاسس اللي هما اولا مردود اللاعب الفردي وشحال كان حاسب، وثانيا شحال ديال الالقاب ربح وكيفاش كان الاداء ديالو، وثالثا هو اللاعب نظيف. الا تبازيت على هادشي راه باينه فينيسيوس اللي خاصو يديها، خصوصا العام اللي فات وفينيسيوس كيخلق ضجه على ارضيه الملعب بزاف، عكس رودري. الا جينا نشوفوا الكره الذهبيه راه حتى كارفاخال يستحقها، ماركا في الفينال بالراس رغم الطول ديالو وعلى حساب البوست ديالو. هذا كارفاخال اللي خاصو يربح ماشي فيني وماشي رودري. اما ما يخرج شكون اللي كيصوت راه كياخذوا 100 صحافي وكياخذوا 100 اول بلاد في الكلاسمون ديال الفيفا، وكل بلاد كتصيفط الصحافي ديالها اللي كيصوت. حتى المغرب صوت منها صحافي، دونك الصحافه ساهموا في فوز رودري بالكره الذهبيه. انا في الراي ديالي الشخصي كيستاهلها فينيسيوس، موراها كارفاخال ماشي رودري هو الاول. وانتم شنو بان لكم؟ ورودري راه ماشي هو احسن لاعب حتى في الفرقه ديالو، احسن لاعب في الفرقه ديالو تقريبا هو فودين، جا هو 11 في الكلاسمون ديال الكره الذهبيه. حتى لهنا غادي نكونوا وصلنا لافان ديال الفيديو. ما تنساش خلي لي فولو الباج وتهلا.